شلون واحد ممكن يملك قلب أحد؟ هو السؤال هذا اللي وايد مهم، ان انت تعلم الانسان اللي قدامك شلون ممكن يملك قلبك. بس هل احنا عندنا القدرة على الإجابة على هذا السؤال؟ هذا هو السؤال بحد ذاته. تمتلك قلبي لما تعرف بأني أنا إنسان بسيط، جد بسيط والله، يعني ما أحب التعقيدات أبدا. تمتلك قلبي لما تتفهمني قبل لا أشرحني لك. تمتلك قلبي لما تلاقي لي العذر قبل لا أتعذر، لما تغار علي قبل لا أحس، لما تقول لي أحبك قبل لا أطلب، لما تنفذ بدون لا أنغز على أي شيء من الأشياء. أنا ما أبي شيء ولا أبي منك أشياء وايد، كل اللي أبي صدق. تمتلك قلبي لما تكون صادق 100%. شوفوا، الحب بحياتنا هو موجود في كل الحالات. للأشياء في حب، للأشخاص في حب، للأوقات في حب، وللحب في حب. اللي يحب الحب هو اللي راح يقدر انه يمتلك قلبي. اللي يحب انه يكون عاشق، اللي يحب انه هو يحب الشخص اللي قدامه. اذا حب نفسه بعيوني مثل ما انا قاعد احب نفسي بعيونه. تملك قلبي لما نتعرف بان البساطة هي سيدة الموقف في كل شيء. علشان يكون الحب عظيم لازم يكون بسيط، خلافا لأي تعقيدات ممكن انها هي تصير. لما تستوعب بأن أنت سبب الابتسامة، وأنت سبب الفرح، وأنت سبب راحة البال، وأنت لما تعرف هذا كله راح تعرف إيش كثر أن أنا إنسان يتم امتلاك قلبه بسرعة البرق. بس الشيء اللي ما أحب أني أشرح وايد. أشرح ليش فكرت كذي، أشرح ليش حسيت كذي، أشرح أنا شلون أفكر، أنا شلون أحس. واللي يخليني أتعب أكثر أني أطلب. والطلب ترى مو بالضرورة يكون بصيغة مباشرة على فكرة. يمكن أنا اليوم لما أجي أقول لك ترى على فكرة أنا وايد أتضايق لما اليوم كله ما يجمعني معاك إلا اتصال واحد، هذه بطريقة غير مباشرة أنا قاعد أطلب منك تكثف اتصالاتك وياي. لما أنا أقول لك على فكرة ترى أنا ما أحب لما أدز رسالة حق أحد يطول على ما يرد علي، هذه طريقة أني أنا قاعد أطلب منك ترد علي بشكل أسرع. تدري وين راح تملك قلبي؟ لو أنها الطلبات هذه ما اضطريت أني أنا أنطق فيها. يا جماعة، أبسط طريقة لامتلاك قلوب الناس هي أن نعاملهم بالطريقة اللي ودنا أحد يعاملنا فيها. نقطة، انتهى السطر، شكرا، بكل هالبساطة. تخيلوا شلون تبي الناس تعاملك؟ بحب؟ عامل بحب. تبيهم يحترمونك؟ عامل باحترام. شنو الأشياء اللي تخلي الشخص اللي قدامك يمتلك قلبك؟ أن أنت تراعيه وتداريه وتهتم فيه. يا كثر ما قلنا عن الاهتمام، عيل أنت اهتم. هذه هي الحياة. أنت ما تبي وايد وهو بعد ما يبي وايد. كما تريد أن تعامل عامل. مثل ما أنت تتمنى أشياء يا أخي وفرها، قدمها. كنت في صحوة قبل يومين، استوعبت شيء وايد مهم. استوعبت أن ليش بس أنا اللي أنطر أشياء تصير لي؟ طيب ليش أنا مو قاعد أقدمها؟ ما كل واحد بالدنيا عنده قلب، وكل واحد بالدنيا عنده إحساس. مثل ما أنا قلبي يفز على رسالة منه، هو بعد قلبه يفز على رسالة مني. مثل ما أنا أنطر اهتمامه في أصعب المواقف، هو بعد ينطر اهتمامي في نفس اللحظة. ليش احنا صرنا اليوم طماعين وايد؟ نبي 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 نبي، وكثر ما يينا نبي أكثر، بدال لا نفكر بأن احنا نوزع من اللي قاعد ناخذه، ونوزع على قلب يبينا ويحبنا. تمتلك قلبي لما تكون بسيط، لما تكون صادق بس، ولما تعاملني بنفس طريقة معاملتي لك. والله العظيم اني ما ابي اكثر من كذي. اعطيتك 100%، عطني 100%، لا تبالغ. اعطيتك 200%، عطني 200%، لا تبالغ. تمتلك قلبي لما تحسسني باني انا عبارة عن شيء ثمين بالنسبة لك. تبي تاخذ وقتك بالتعرف عليه، تبي تاخذ وقتك في التعود عليه، تبي تاخذ وقتك في ان انت تتمسك فيه اكثر. لاني مع مبدأ اللي بسرعة يروح بسرعة، ما ابي اجيك بسرعة، لان ما ابي اروح منك اصلا. لو بس تعرف احتياجات قلبي راح تعرف أنا شنو أبي، راح تعرف تمتلكه بكل ضمير. شلون يا جماعة؟ هل احنا وصلنا اليوم لمرحلة لازم نمشي كتبنا البسيطة في حياتنا مطبوعة على طاولات، وأي حد يتعرف علينا نقول له هاك هذا الدليل إلى قلبي عشان تمتلكه؟
والفهرس يقول 1 2 3 4. طبق النقاط التالية تمتلك 50%. إذا تبي تزيد أسهمك بقلبي حاول بأن أنت تستثمر بالاهتمام أكثر، وحاول بأن أنت تزيد من لا 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 أبدا. الحب مو تجارة، الحب ما في ربح وخسارة. فأن ربحت فأنت تربح ذاتك، وأن خسرت فأنت تخسر ذاتك. الحب هو أبسط ما يكون إذا عرفنا بس شنو الأشياء اللي نبيها من نفسنا ونبيها من الطرف الثاني. تعرفون تبسطونها كذي ولا لا؟ ما بي منك كثير يا ابتسامتي يا فرحي.